اصلي مريت عليها في سكتي وخدتها معايا. وخدتيها لوحدها ولا جرجرتي وراها الاربع كلاب؟ لا، جرجرتهم هي وياها، امال يعني هتسيبهم لمين؟ تصور انها اشترت النهارده 15 جعران و14 خاتم فاروز و12 تمثال من بتوع قدماء المصريين ليه؟ هتعمل بيتها متحف؟ وطبعا عزمت عليها اوصلها بالعربيه. الله، لكن الاستاذ كمال وهدى هانم واقفين ليه؟ مش تقعدوا؟ الله يجازيك يا عمر، خلتني نسيت اقوم بالواجب. اتفضلوا اتفضلوا. انا اسفه جدا عشان ما قدرناش نسافر لكم في الصيف اللي فات. عمر كان عنده تيفوس. قصدها تيفود. ده انا كنت حمود. ايوه تيفود، سوري. ده انا هشبعكم فسح. تحبوا تتفسحوا فين بقى؟ استنى عليهم بس لما يستريحوا من السفر. هدى بتحب التمثيل وده مش موجود عندنا في بورسعيد. لا لا، تمثيل ايه؟ انا كنت بفكر في حاجة اهم من كده. من حسن الحظ ان مصر مركز نشاط من كل نوع، وخسارة تفوتهم عليكم فرصة زي دي. فرصة ايه؟ انا شخصيا مهتمة في الوقت الحاضر بموضوع تناسخ الارواح. تناسخ الايه؟ الارواح. اسكتي يا هدى هانم، انا عثرت على القية. في واحد اسمه الدكتور معتوق فاتح عيادة في السيدة زينب، يعتبر مرجع في المسألة دي. سلوى، كمال والست بتاعته تعبانين من السفر ولا عندهمش وقت للكلام الفارغ ده. لا لا لا، بالعكس ده موضوع لطيف جدا. ميرسي. يا ريتك كنت معانا النهارده يا عمر وسمعت بودانك نتيجة البحث اللي قام به الدكتور معتوق. بحث ايه كمان؟ بحث خاص بالماضي بتاعي انا ورمزية. مسكينة رمزية، ما تقدرش تتصور قد ايه عيطت مسكينة لما عرفت ان جوزها مات وهو صغير. هي متجوزة؟ لا، لسه بنت. امال جوزها مات وهو صغير ازاي؟ اصل الدكتور معتوق لما بحث في ماضيها اتضح انها كانت زمان نفرتيتي. نفرتيتي؟ ما شاء الله. وزي ما بيقولوا في التاريخ كانت متجوزة اخناتون. هي مين؟ رمزية كانت متجوزة اخناتون؟ لا، نفرتيتي. مسكينة اخناتون سابها وهي صغيرة، ملحقتش تتهنى بيه يا حسرة. وعلشان كده اشترت الجعارين والخواتم والتماثيل والى اخره يعني. طبعا. اصل الدكتور معتوق بيقول ان الواحد لازم يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان. شفت بقى يا سي كمال؟ شفت يا سي عمر. ولذلك رمزية اشترت الجعارين والتماثيل علشان تعمل لنفسها أوضة في البيت